السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيباتي؟ يا رب تكونوا دايما بخير. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صحيت من النوم بدري، قلت اعمل لهم حاجة حلوة كده. لما بتأجلي الحاجة الحلوة لآخر اليوم ما بيبقاش الواحد عنده طاقة انه يعملها، علشان كده قلت ابتدي بيها هي وبالمرة نفطر منها. لقيت عندي حاجات الكيكة، قلت اعمل لهم الكيكة المقادير بتاعتها حوالي 4 بيضات، كوبايتين ونص دقيق، كوباية ونص سكر، كوباية لبن، نص كوباية زيت او سمنة او الاتنين على بعض، فانيليا وخل، بشر ليمونة وكمان بعصرها، ورشة ملح. مقادير الكيكة دي بتطلع ناجحة جدا وحلوة قوي. كل الحاجات اللي هي السايلة دي ما عدا الدقيق طبعا بحطه في الخلاط وبضرب كويس جدا لحد ما كل الحاجات دي تمتزج مع بعض، وبعد كده بصب السايل على الدقيق وبخلطهم وبحطهم في الصينية. بياخدوا من 40 ل 45 دقيقة في الفرن على رف الشبكة اللي في النص على درجة حرارة 180. بتكون يعني كيكة ناجحة جدا حلوة قوي ما شاء الله. حقيقي هيحبوها ولادك جدا لو عملتيها بالطريقة دي. لو انت اول مرة تشوفي القناة يا ريت تنوريني باشتراكك من الزرار اللي تحت الفيديو وتفعلي رمز الجرس، دايما هيوصلك حاجات حلوة كتير. تكوني اخت من اخواتنا، احنا عيلة كده جميلة مع بعض، ربنا يديمها صحبة طيبة في الخير. ولو انتوا بقى اخواتي وحبايبي ما تنسوش اللايك وكلامكم الحلو اللي دايما بيشجعني، يا رب ما تحرمش منكم ابدا. اليوم كان جميل لان الحمد لله يعني انا صاحية من بدري. اولا الكل لسه نايم، فبتبقي لوحدك كده تشتغلي على مزاج. تاني حاجة انا الحمد لله ربنا كرمني وحققت حلم من الأحلام اللي كنت بحلم بيها، فهستخدمه معاكم النهاردة إن شاء الله. في الفيديو بتاع النهاردة هنعمل وصفة حلوة هتكون سهلة جدا يعني إن شاء الله هتعجبكم برضو معايا كده. طيب أنا هنا برضو زي ما كنتوا شايفين كده في أول الفيديو كنت غليت اللبن وبردته بسرعة عشان ألحق أحطه في الجهاز الزبادي قبل النور ما يقطع ويقطع في نص المدة يعني. وعلشان اتفادى الامر ده عملت ايه؟ جبت كده طبق وحطيت فيه ميه بارده وحطيت فيه الكسرولة بتاعت اللبن، وبقيت كل مثلا 10 دقايق اغير الميه علشان طبعا بتسخن فبتاخد الحرارة، فغيرها تبرد. فاللبن برد بسرعة جدا يعني مفيش اقل من تلت ساعة كان اللبن برد وبقى كويس للزبادي. هنا بقى بطل اليوم النهاردة الخلاط، برضو في نفس الخلاط اللي عملنا فيه الكيكة. طبعا بعد ما غسلناه هبشر طماطمايه وبصلايه زي ما متعودين مع بعض وفلفله واصفيها علشان هتبل الفراخ واعملها مشوية. النهاردة بقى مش هعملها على الفحم لكن هعملها في القلاية الحمد لله، ومن فضل ربنا وكرمه فعلا ربنا كرمني وجبت القلاية زي ما كنت بقول لكم نفسي اجيبها. طبعا ان شاء الله هعمل لكم فيديو اقول لكم انا جبتها ازاي ومنين وسعرها كان قد ايه ومواصفاتها، بس مستنية اجربها كده في كام حاجة واشوف ايه يعني هل هي فعلا حلوة تستحق الفلوس اللي انا دفعتها فيها ولا انا خسرت فلوسي على الفاضي. لما بحب اشوي الفراخ طبعا بحب اصفي التتبيله اللي انا عاملاها دي كويس علشان التفل ده في الشوي بيتحرق، لكن التفل ده انا ما برميهوش، انا باخده وبشيله كده في كيس زي ما هو في التلاجة. لما باجي اعمل كفتة بطلعه واحطه عليها، بجد بيبقى حلو جدا وهايل وعادي سهل جدا ان انت تستخدميه الحمد لله. يعني عايزه اقول لكم غلاء الاسعار وقله الفلوس علمتنا ازاي نوفر بجد. بوريكم التوابل اللي انا حطيتها لاني كنت فاكره نفسي بصور بس ما صورتش. انا بحط صويا صوص، كركم، توابل فراخ، جنزبيل، ملح، فلفل اسمر، بودره بصل. احنا مش بنحب التوم كتير في الاكل بس لو انت بتحبي حطي مثلا سنه منه. معلقه العسل الصغيره دي بتفرق كتير في الطعم، معلقه الزبادي بتدوب الانسجه. بما اني حشوي الفراخ في القلاية الهوائية وعلشان ما تاخدش مني وقت طويل فكان لازم اخليها من العظم. هو انا مش شاوية الوراك كاملة، انا بس شاوية الجزء اللي بيبقى فوق كده من الفراخ، يعني واخدة الدبابيس من الفراخ مش عاملاها، هعملها حاجة تانية زي ما كنت مقسماها معاكم في التقسيمة بتاعة اللحوم الشهرية للفراخ. فالعظمة دي بتتشال بمنتهى السهولة، بتشيليها كده بتكسري كده بس كسرة صغيرة وبتشيليها. برضو من الحاجات اللي سمعتها من الفيديوهات ان الفراخ لما بتكون بعضمها بتتحط في القلاية بتاخد وقت طويل،
في التسوية. فعلشان كده انا قلت لا، اشيل العظم من الفراخ، وفعلا الموضوع ده فرق جدا وما خلاهاش تاخد وقت مدة طويلة. كمان في الفيديو بتاع النهاردة هعمل معاكم الطحينة بتاعة السمسم، وعايزة رأيكم في الموضوع لأن حصل معايا موقف في الفيديو كده واحنا ماشيين مع بعض هقول لكم عليه، وعايزاكم تشوفوا لي حل في الطحينة دي. انتوا عارفين ان انا مش بحب اشتري طحينة جاهزة، بصراحة هي كانت بتفرق جدا وكان بيبقى طعمها احلى لما بعملها في البيت، وبعملها بنفس الطريقة ومتعودة على عمايلها. بس مش عارفة ايه اللي حصل المرة دي. هقول لكم كده كل حاجة بالتفصيل بس لما يجي وقتها. زي ما انتوا شايفين كده انا بحاول اكسر في العظم علشان يكون سهل، حتى العظمة اللي هي ماسكة الورك كده علشان يكون سهل في التسوية وتستوي بسرعة. عجبتني جدا الطريقة دي، وعايزة اقول لكم ان انا بعد كده كل الفراخ اللي هشيلها تقريبا هافصل العظم عن الفراخ، يعني هعملها زي الفراخ المتسحبة كده لانها بتكون احلى، وكمان مش بتعمل الدم او السواد اللي بيكون مع الفراخ لما بنخزنها فترة طويلة في الفريزر. حتى لما تيجي تسلقيها او كده ساعات بتلاقي حوالين العظم اسود، لكن احنا لو شلنا العظم مش هيبقى الموضوع دوت فارق خالص. زي ما شفتوا كده انا هحطهم بقى في التتبيله. كل ده احنا كنا لسه ما فطرناش والكيكه في الفرن، وانا كده بتسلى وشغاله على رواقه في المطبخ، وهشيلها في التلاجة. هشيلها حوالي يعني ساعتين. في اليوم دوت هم لما صحوا من النوم وفطروا لقوني قاعده، فعمالين يقولوا لي ايه الاخبار، هو الغدا ايه النهارده؟ اقول لهم اصبروا، الغدا ايه النهارده؟ هم مش شايفيني بعمل اي حاجه، شايفيني قاعده. قالوا بس ده هتدينا اجازه النهارده من الغدا ومش هتعمل لنا اكل. كانت المفاجاه حلوه بقى. برضو مع النشاط بقى كده والحماس غسلت المواعين، نظفت مكاني، خليت المطبخ زي ما كأنه ما حصلش حاجه. شايفين الكيكه ما شاء الله حلوه ازاي؟ بجد المقادير اللي قلت لكم عليها دي والطريقه سهله وناجحه، واكيد كلنا في بيوتنا عندنا خلاط، ولا بقى محتاجه ان انتي تعملي اللهم صل على النبي تضربي بقى وتدخلي هوا ولا حاجه، هو كله بيترفع وزي الفل. القلايه طبعا انا كنت قاليه فيها بطاطس قبل كده، لسه بجرب فيها يعني، ما غسلتهاش مكان البطاطس، حطيت فيها الفراخ على طول. زي ما شايفين كده بقى رصيت الوراك وحطيت عليهم كمان من التتبيله اللي معايا وظبطتها على برنامج الفراخ. خدت قد ايه وقت معايا هنشوف مع بعض. هي البرنامج لما ظبطته اداني درجه الحراره 200، واداني الوقت تلت ساعه 20 دقيقه. بس انا طبعا زودت الوقت، يعني خليته زي ما بقول لكم كده، خليته انا زودته خليته 25 دقيقه ده مبدئيا. بعد شويه فتحت عليها، يعني بعد ما مر كده حوالي 12 دقيقه فتحت عليها لقيتها بالمنظر ده. طبعا عجبتني جدا بس ده مش المنظر النهائي يعني. قلبتها وحطيتها، وبعدين انا بنحب بقى، انا كنت قلقانه الصراحه يعني ما اكدبش عليكم، انا خايفه جدا ان يجوا يفتحوا الفراخ يلاقوها مش مستويه، فزودت كمان في الوقت. يعني خدت معايا حوالي اكتر من نص ساعه، يعني نص ساعه او 35 دقيقه. وكانت استوت جدا وحلوه قوي قوي. عايزه اقول لكم ان هي ادتني طعم الشوي من غير حتى ما اولع لها حته فحم، فبجد طريقه صحيه ومفيده جدا وحلوه، ووفرت معايا وقت بدل ما اقعد واشوي واعمل الاكله اللي احنا بنحبها بقى وبعملها كل شهر. مش هعملها بقى كل شهر، هعملها بقى كل اسبوع. بصوا بقى، جيت اعمل السمسم. انا كنت جايبه السمسم من فتح الله وبجيبه دايما من فتح الله الصراحه، وكان بيبقى نضيف وحلو. لقيته جيت احطه كده زي ما متعوده لقيته مش نضيف، فقلت لا، رحت مطلعاه وغسلاه، وعشان يعني اخليه ينشف قلت طب احطه في الميكرويف شويه يسخن ينشف بسرعه. ما نشفش، خدته على البوتاجاز تاني وحمصته لحد ما نشف كويس. حطيته في الخلاط، وده انا بعمله دايما في الخلاط. مش عارفه بقى هل كانت الكميه كبيره ولا ايه اللي حصل. والسمسم كمان ما كانش لونه ابيض، كان لونه، عارفين يعني انا دايما بجيب السمسم لونه ابيض، لا ده تحسي ان هو لونه في منه ابيض وفي منه كان لونه اكنه ملوش لون، اللي هو زي قشور كده. فضلت اضرب فيه في الخلاط، اضرب فيه. انا دايما والله بضربه في الخلاط وبيبقى ناعم وبيوريه وما بيبقاش فيه اي قشور كده. والطريقه دي انا بعملها على طول، لكن المره دي ما عملش معايا كده خالص. فضلت اضرب فيه وازوده زيت كذا مره وهو برضو مش عايز ينعم، ولحد الاخر خالص ما نعمش وكان عامل معايا قشور. فمش عارفه بقى اخد الطحينه دي
يعني انا طبعا عملت لهم منها يوميها على الاكل، لكن انا نفسي الطحينه متضايقه منها وموجوده عندي في التلاجة مش عارفه اعمل فيها ايه. اخدها بقى اصفيها وامسك القشور دي تاني اضربها ولا ايه؟ لانها مش ناعمه، تحسوا ان فيها تفل كده. عارفين لما تبقي تاكلي حاجه فيها تفل؟ فما عجبتنيش خالص. حتى لونها ما ادانيش اللون الابيض الناصع، لا اداني لون اصفر كده، فما بقتش حلوه. عملت بقى سلطة الكولسول اللي متعودة اعملها، وعملت الرز المرة دي حطيت له جزر ما نسيتش. وشايفين الفراخ وجمالها بجد حلوة قوي. دي مش محروقة، دي بجد مشوحة كده، هي بس مش فيها تضليعة الشوي، لكن والله فيها ريحة الشوي وطعم الشوي. فلو القلاية يعني اديها كام من 10؟ اديها 10 من 10 في الفراخ المشوية. لحد هنا ويكون الفيديو بتاعنا خلص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك. اشوفكم على خير في فيديو جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.